كيبدا الفيلم ديالنا بشاب مراهق في سيارة نقل السجناء لأنه محكوم عليه بمدة 6 شهور. ولما كيوصل للسجن كيسلم جميع متعلقاته، والحارس سألو واش عنده سوابق وجاوبو بلا، وسألو على الاسم ديالو اللي هو جي ار، وواش عنده أعداء داخل السجن، وكان الجواب لا. وطلب منه يعطيه رقم شي واحد من عائلته في حالة وقعت شي حاجة يتصلوا به، ولكن هو كيجاوبو أنه يتيم وما عنده حتى واحد. وكيوصلوه للزنزانة اللي غيقضي فيها فترة العقوبة، اللي غيشاركها مع شخص آخر اللي كيكون انطوائي وما كيتكلم مع حتى واحد. والنهار الثاني كينزل يدير الأشغال مع باقي السجناء، وكيتفاجئ بالمسجون بريندن، وكيبقى يراقبه باهتمام من بعيد لأنه كان مشهور بزاف كرجل عصابات دائما كتكلم عليه الصحافة. وحتى لما كان في الساحة كيرتاح بقى مراقب بريندن. من بعد كنشوفوا 3 ديال المساجين كيحاولوا يضايقوا السجين اللي كيتشارك الزنزانة مع جي ار وكيديوه معاهم. ولما مشاو جي ار مشى جهة بريندن اللي كيلعب الشطرنج، واكد ليه انه لا كمل اللعب بنفس الطريقه غيخسر. وبريندن استغرب منه وطلب منه يكمل معاه اللعبه، وفعلا قدر جي ار يتغلب عليه وغير بجوج خطوات. وبريندن واصدقائه تاكدوا انه بصح كيلعب مزيان ماشي غير بالكلام. ولما سالوا علاش كيبقى يشوف فيه دائما، جاوبوا جي ار انه قرا عليه بزاف من قبل لانه مشهور. ولكن بريندن تعصب عليه وطلب منه ينسى اي حاجه قراها لانهم في السجن كلهم نكره وحتى واحد فيهم ما عنده قيمه. وتصدم جي ار بهضرته وخلاه ومشى. ومره اخرى في الساحه لاحظ جي ار ان المساجين 3 اللي كيضايقوا رفيقه في الزنزانه جايين عنده. مره اخرى يتحرشوا به وقرر يساعده وفتعل مشكله معاه باش يدخلوا الحراس. وفعلا داكشي اللي كان، وهذا الشيء خلى 3 المساجين يتراجعوا. وبريندن وصحابه ضحكوا لانهم فهموا الغايه ديال جي ار. وبعد اسبوع خرج من الحبس الانفرادي، وتكلم معاه بريندن ونصحو يبعد على المشاكل لان حتى واحد ما غيمنعهم يهاجموه بحال رفيقه. ولكن في نفس النهار كيفيق على صراخ صاحبه في الزنزانة اللي فضل ينتحر باش يتوقف اعتداء المساجين عليه. وضرب الجرس ونادى على الحراس وخبرهم باللي وقع. ولما وصلوا حاولوا يوقفوا النزيف وينقذوه، ولكن مع الاسف فارق الحياة. وبسبب هذا الشيء جي ار خدا اسبوع اخر في الحبس الانفرادي. ولما كيخرج كيجي عنده واحد من المساجين 3 وكيقول له بما ان شريكه في الزنزانة مات هو اللي غيكون في بلاصتو. وجي ار حاول يصنع سلاح يدافع به على نفسه. ولما خرج لاحظ ان المساجين كيلاحقوه، ولكن بريندن خرج عنده ونقذوا منهم. وبقية صحابه خرجوا عندهم، وبعد مشادة كلامية اضطروا يمشيو. من بعد كيدور حوار بين جي ار وبراندن، هاد الاخير اللي كيقول له ان الحياة شبيهة بلعبة الشطرنج، ولما تبدا اللعبة لازم يقرر يربح او يخسر، ولكن لا مجال للتعادل. وعرض عليه الحماية مقابل انه يساعده في الهرب من السجن لأنه محكوم عليه ب20 سنة حبس، يعني مازال وقت طويل للخروج. وجي ار تصدم من كلامه وسألو شنو غيوقع في حالة رفض. وبرندن أكد ليه أنه ما غيأذيش ولكن ما غيحميهش من المساجين، وغادي يعاني بزاف. وفهموا أنه محتاجه في عملية الهرب، بما أنه سجين جديد وصغير ومسجون لمدة قليلة حتى واحد ما غيشك فيه. ولما خرج من عند بريندن هجموا عليه المساجين 3 وغلبوه، وخا كان كيقاوم لأنهم 3 وهو واحد. ولكن كيجي بريندن وصحابه كيعتقوه منهم وكيتعاركوا معاهم. ولما خرج بريندن وجي ار كيتفاجئ هذا الاخير انهم جايبين معاهم واحد من المساجين 3 ورموه من فوق السور وكيموت في الحين. وبعد مرور 6 شهور كيخرج جي ار ومباشرة كيتوجه عند شخص باسم سام، وهو رئيس العصابة اللي كان بريندن كيخدم معاه. وكيمشي للمكتب ديالو كيسلمو ورقة وكيقول له انه من طرف بريندن. وسام كيجاوبوا ان بريندن خبروا انه كيعرف يلعب الشطرنج، واذا تبت ليه هادشي غيقبل انه يخدم معاهم. وفعلا كيقتنع سام، وجورج كيسلم جي ار حقيبه فيها كل ما غيحتاجه، وكيقول له عنوان الفندق اللي غيعيش فيه حتى تتم عمليه الهروب. ولما كيوصل الفندق كيلقى في قلب الحقيبه باسبورات مزورين لبريندن واصدقائه وملابس وحتى سلاح. من بعد كيسمع صوت الباب، ولما كيفتح كيتفاجئ بنت جميله اللي عرفت على نفسها انها تاشا، وان سام رسلها تعطيه فلوس وتليفون وسألها شنو المطلوب منه. جاوبته انه مطلوب منه فقط يتسنى مكالمة من سام. وجي ار عرض عليها مشروب ولكن كترفض وكتأكد عليه يركز في الخدمة ديالو، وخلاته ومشات. وكنشوفوا جي ار من بعد متوجه لمستودع سيارات كيف ما طلب منه سام، وقابل شخص باسم جيمي وعطاه الورقة اللي عطاه. وجيمي كيديه معاه وكيسلموا 3 ديال الأسلحة، وكيقول له انه غيدربوا عليهم حتى يتقن التصويب مزيان. وفعلا مباشرة بداو التدريب،
وشوية بشوية بدا يصوب بإتقان. من بعد كتوصله مكالمة مضمونها أن العملية غتتم اليوم، وكينفذ جي آر الأوامر وكيتوجه لمكان استئجار الطائرات الخاصة، وكيستأجر وحدة بالطيار بحجة يشوف المدينة من السما. ولما كيركب كيكون متوتر بزاف، والطيار كيحاول يطمئنه أنه طيار محترف وتفهم لأن هذه رحلته الأولى. من بعد جي آر استجمع شجاعته وصوب سلاحه للطيار وطلب منه يقطع الاتصال ويتوجه للسجن اللي فيه بريندن. وفي هذا الوقت في السجن أصدقاء بريندن كيفتعلوا مشكلة وكيتدخل الحارس وكياخدوه رهينة، وكيطلبوا من بقية الحراس يفتحوا باب حديقة السجن وإلا غيقتلوه. والحراس خافوا ونفذوا، وفعلا توجه بريندن وصحابه للحديقة، ولكن ما كان حتى واحد. وفي الأخير جات الطائرة المنتظرة، وجي آر بسلاحه قدر يهاجم الحراس، وطلع بريندن للطائرة وتسلم السلاح باش ينقذ صحابه الآخرين وكيقدروا يهربوا. والطائرة كتوصلهم من سيارة في الصحراء منتظراهم، وكيخليو الطيار في الأرض وكياخدوا السيارة وكيهربوا وهما فرحانين بالحرية ديالهم. ولما كيوصلوا لأول سوبر ماركت كينزل داني يشري أكل، وكيسمعوا البقية في المذياع خبر هروبهم، وكيتصدموا لما كيسمعوا سبب دخول داني للسجن واللي هو الاعتداء على طفلة. وكيكتشفوا الكذبة ديالو أنه دخل السجن بسبب مشاجرة مع رجال العصابات. وكيرجع داني وكيركب معاهم وكيتحركوا حتى كيوصلوا السيارة الثانية اللي مخليها جي آر في الطريق باش يبدلوا السيارة باش حتى واحد ما يقدر يلحقهم. هنا كيخرج بريندن وكيرمي داني في الأرض وكيضربوا بعنف وكيقولوا انه غيتفارقوا هنا وغيخليه عايش، ولكن الا فكر يبلغ عليهم غيقتلوه. من بعد كنشوفوهم وصلوا عند سام اللي كيتكلم مع بريندن وكيخبروا انه غيحتاجوا في عملية سرقة كبيرة. وبريندن كيتردد لانه يلا هرب من السجن والشرطة اكيد غتكون كتبحث عليه، ولكن سام قدر يقنعه لان قيمة الذهب اللي غيسرقوه هي 5 مليون دولار. وهكا قرر يغامر بأي حاجة لأن هاد العملية غتأمن ليه مستقبله. وكتوصل تاشا، الشي اللي كيفرح جي آر وكيخلي الحفلة وكيمشي باش يتكلم معاها، ولكن جوج حاول ياخدها منه بالقوة وبحركة سريعة رماه في المسبح، وجي آر ما كانش كيعرف يسبح. ونزلات تاشا ونقداته، وأول ما خرج هجم على جوج ودخلوا في شجار، ولكن بريندن تدخل وقال له يحاول يتعود على المكان وعلى هاد الناس اللي غيكمل الحياة بيناتهم. ولكن هو كيكون مقلق بزاف وكيغادر الحفلة وكيبقى يتمشى حتى كيلقى تاشا بسيارتها موراه، وكيمشيو بجوج المطعم وبقاو كيتكلموا على حياتهم من قبل ما يدخلوا لعالم العصابات، وكان بيناتهم اعجاب متبادل. ولكن لما كيرجعوا بريندن كيتعصب على جي آر وكيقول له اذا عرف سام ان بينه وبين تاشا علاقة ما غيرحموش. وبرغم انه كان معجب بها قال له انه غيسمع كلامه وما غيتكلمش معاها مرة اخرى. وكيبداو التخطيط لعملية سرقة جديدة، وكيتفقوا يدخلوا المنجم على اساس انهم مجرد عمال. وقبل ما يهجموا عليهم غيدخل جي آر من فتحة التهوية للغرفة الرئيسية ويهدد العمال اللي فيها بالسلاح باش يفتحوا لهم الباب باش يقدروا حتى هما يدخلوا عنده ويكملوا العملية. وكينضم لهم سائق محترف وحتى جوش لأنه قريب سام وكان وجوده معاهم شرط أساسي. قبل ما ينفذوا الخطة كنشوفوا جي آر في دار تاشا وكنعرفوا أنها حتى هي كتبادلوا نفس الشعور، وهكذا اتفقوا أنه بعد ما تتم العملية بنجاح ياخد النسبة ديالو من الفلوس ويهربوا بجوج بيهم. وكيجي وقت العملية وكيلبسوا كلهم لباس العمال وكيتحركوا كاملين باتجاه المنجم. وجون كيلاحظ توتر جي آر وحاول يشجعه وأكد ليه أن بريندن ذكي ودائما خططه كتنجح، وعلى هكا دايما كيسمع ليه ونصحو يبعد أي أفكار سلبية من تفكيره ويركز في المهمة. ولما وصلوا لمقر عمال المنجم قدروا يفتحوا مدخل فتحة التهوية، ودخل جي آر بهدوء حتى وصل للغرفة الرئيسية اللي فيها غيهجم على العمال أول ما يدخلوا. ولما كيوصلوا العمال كيدخل معاهم بريندن وكيوصل لغرفة التحكم وكيهجم على الحارس وكيقدر يسيطر عليه. من بعد كيتكلم مع جي آر في اللاسلكي وكيطلب منه يبدا التنفيذ في الحال. وفعلا كينقص جي آر في الارض وكيتمكن من واحد من العمال وكيمنعهم يضربوا جرس الانذار وكيامرهم يفتحوا الباب اللي كيدخل منه جون وبريندن وجوش وكيقتحموا المكان. من بعد بريندن كيتكلم مع رئيس العمال وكيطلب منه يصنع الذهب كامل على شكل سبائك باش يقدروا يديوه معاهم. ورئيس العمال كان جد مرعوب ونفذ كلامه في الحين. وهما كيتسناو السبائك سمعوا صوت رصاص لسباب جوش لضرب واحد من العمال، وبسبب صوت الرصاص الشرطة حاصرت المكان وقرروا يمروا للخطة الثانية. ولما كملوا خرجوا مع العمال وضربوا على الشرطة رصاص وجات السيارة اللي غتنقلهم
وقدروا يركبوا فيها، ولكن دخلوا في مطاردة مع الشرطة وتبادلوا إطلاق النار وتصاب جون. وبعد مطاردة طويلة قدروا يفلتوا ودخلوا بسيارتهم في سيارة نقل كبيرة ومشاو بها حتى وصلوا لعند سام، اللي فرح بزاف لأنهم قدروا يسرقوا 6 سبائك ديال الذهب، كل وحدة كتوزن 10 كيلو، يعني الثمن الإجمالي 5 مليون دولار كيف كانوا مخططين. وكيطلب منهم يحرقوا السيارة باش يخفيوا أي أثر ليهم وحتى واحد ما يوصل الهوية ديالهم. من بعد يتواصلوا معاه باش كل واحد ياخد النسبة ديالو من الذهب. وفعلا برندن وجي ار كيتخلصوا من السيارة وكيرميوها من فوق جرف عالي، وكنمشيو عند تاشا اللي كيزورها واحد من رجال سام اللي كيلاحظ حقيبة سفر وكيعرف انها كتخطط للهرب، وكيتعصب عليها وكيخبرها ان جي ار وبرندن غيدخلوا للسجن بجوج، وحتى هي حياتها غادي تنتهي. وكتصدم بزاف من كلامه وفهمت ان سام غيبلغ عليهم، وتفاجأت به هجم عليها وحاول يقتلها، ولكن قوماته قدرت تهرب منه وضرباته هربات. وبعثت رسالة لجي ار باش تحذروا من سام وانه بلغ عليهم الشرطة. وكيخبر برندن ومن حسن الحظ توصل بالرسالة قبل ما يدخلوا للدار اللي كانت محاصرة بسيارات الشرطة، وكيقدروا يفلتوا منهم. ولكن برندن كيكون معصب بزاف لان سام غدر بيهم وخانهم. وهنا برندن كيقرر بما انه خانهم ما غيكتفيوش غير بنصيبهم، ولكن غياخدوا الذهب كله. ومشاو المقبرة اللي فيها كان مخبي برندن فلوس كتيرة، وقال له انهم غيستخدموهم باش ياخدوا حقهم من سام. من بعد كيتلاقاو مع تاشا وجي ار كيكون فرحان بزاف بهذا الشيء. من بعد كتمشي تشري اكل، وبرندن كيستغل الفرصة وكينصحو يبعد عليها لان ناس بزاف دخلت للسجن بسبب الحب. ومن بعد كيعطيه فلوس وكيقول له يوعدها يتلاقاو من بعد اسبوع ويتخلى عليها للابد. تاشا كتجي في هاد اللحظه وكتشوفو خدا الفلوس وكتصدم بزاف، وكتمشي بسرعه لانها كانت بصح كتبغيه وكان هو الامل ديالها. وجي ار كيلحق بها وكيحاول يقنعها انه حتى هو كيبغيها وما كانش غيتخلى عليها، ولكن هي كتكون مصره وكتمشي وقررت تبعد عليه. ونرجع عند برندن اللي معاه شخص كيحاول يقتله لأن سام عرض عليه مكافأة كبيرة ولأي واحد يقدر يقضي عليه. ولكن برندن قدر يقنعه وعقد معاه صفقة تحالف ضد سام باش يرجعوا الذهب اللي سرقه مقابل مكافأة أكبر بالضعف. وجاك كيوافق، والنهار الثاني برندن وجي ار كيوصلوا للمخزن وكيلقاو جوش وبقية الرجال. وهنا برندن قال لجي ار تفرج على اللي غيوقع، وكتجي سيارة فيها جاك كتضرب السيارات اللي قدامها وكيكمل بسلاحه وكيقتل عدد كبير، وكيساندو برندن وكيقتلوهم كاملين وكياخدوا معاهم جوش باش يستجوبوه. وبعد تعذيب كتير اعترف لهم بمكان الذهب، وفعلا لقوه في المكان اللي قال لهم عليه وكانوا فرحانين بزاف. من بعد كنشوفوا برندن في مكتب سام كان عنده فضول كبير يعرف علاش خانو، وسام كيجاوبوا ان الموضوع ماشي شخصي، وهو بغى يربح كتر كأي رجل اعمال وقرر يغامر. وبرندن قال له ان المغامر ماشي دائما كيربح، وبعدد كبير من الطلقات نهى حياته ومشى. من بعد كيشريو مركب جديد، وفي وسط البحر برندن كيصوب سلاحه باتجاه جي ار وكيقول له انه ممكن يقتله، ولكن هو عزيز عليه ومقابل خدماته غيعطيه نصف سبيكة ديال الذهب. ولكن جي ار كيجاوبوا ان الاتفاق كان انه ياخذ النصف، يعني 2.5 مليون ديال الدولار. ولكن برندن رفض. وهنا جي ار كيقول له ان ما منحقوش يقرر النسبة لان الذهب ماشي بالحوزة ديالو. وفعلا لقى قطع حديدية في مكانه وكيتعصب بزاف، ولكن جي ار كيعطيه يجاوب على اتصال باش يفهم اللي كيكون من تاشا اللي كتقول له انه لا بغى الحصه ديالو خاصو يخلي جي ار يمشي. ومن بعد اسبوع يتصلوا به باش ياخد حصته، الشيء اللي كيضحك برندن اللي كيقول جي ار انه فخور به بزاف. وفعلا كيخليه يمشي وكيتلاقى تاشا وكيكونوا فرحانين بزاف بنجاح الخطه. وهنا كيسالي الملخص ديالنا. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم.